دكتور هشام إبراهيم، أهلا بحضرتك في بودكاست دردشة مع الأنف وأذن. أهلا بيك يا دكتورة نوران. أهلا بحضرتك. النهاردة أنا عايزة حضرتك تعتبرني بيشنت شخير جاي لحضرتك المركز. إيه اللي هيحصل معايا بالظبط من أول ما أحط رجلي جوه المركز لحد ما أعمل العملية وأخرج منها وأروح بيتي؟ بنبتدي طبعا أول ما المريض يخش عندي أنا ممكن كمان أبدأ لك المريض دون سواء كان جاي لي من دولة عربية أو من خارج مصر من دولة أوروبية. بنبتدي نتواصل فريق العمل عندي مع المرضى من خارج مصر سواء من جوه من الدول العربية أو من الدول الأوروبية. بيبتدي أي أسئلة المريض بيسألها بنجاوبه عليها سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. عندنا طبعا فريق كامل للرد على الأسئلة. بعد كده بيبتدي نشرح له يعني بصفة بسيطة جدا عمليات الشخير عندنا شكلها عامل ازاي، الإقامة قد ايه، بيقعد فترة قد ايه، ممكن يجي ويسافر بعديها بتاني يوم على طول مفيش مشكلة خالص. وبيبتدي نحجز له الكشف اليوم الفلاني الساعة كذا. ممكن كمان عندنا حتى اوبشن وإمكانية ان هو نستقبله في المطار ونجيبه لغاية ما كمان نعمل له هوستنج في الجناح المخصص للعمليات عندنا والإقامة بعد العملية لو عايز. لكن احنا عادة عندنا المركز هو جراحات اليوم الواحد دي كير سيرجري اللي هو بنشتغل العيان ما بيباتش عندنا خالص في المركز. أول ما العيان بيخش لنا المركز بنبتدي نعمل له كارت اسمه كارت الشخير. السكرتير بيسأله أسئلة في تاريخ مرضي كامل، اسم وسن وعنوان وتاريخ مرضي قلب وسكر وضغط وكده. ويبتدي يعمل له بعد ما بياخد الجنرال داتا بتاعته يبتدي يعمل له كارت الشخير. كارت الشخير عندنا حاجة متخصصة جدا وده حاجة عالمية. نبتدي نعرف طوله قد ايه، وزنه قد ايه، محيط الرقبة قد ايه، فتحة الفم بتاعته قد ايه، عنده مشاكل صحية خاصة بالشخير ولا لا، توقف نفس ولا لا، شخير عالي ولا لا، مضايق حد ولا لا. كارت كامل بيتكتب. بعد ما بيخلص كارت الشخير وكارت المريض السكرتير بيدخلهم لي ابتدي من اللحظة دي ابتدي اعرف المريض ده انهي درجة من درجات الشخير مبدئيا. بيخش لي المريض بعد كده نبتدي بقى ابتدي اسأله اسئلة تاريخ مرضي، سبب الشخير عنده بقاله قد ايه بدون تفاصيل. بعد كده ابتدي اكشف على مناخيره لان اسباب الشخير كتير جدا من اول الانف للحلق، وابتدي اكشف على ودانه. وبعد كده بنعمل له منظار مجرى التنفس. بعد ما بنخلص منظار مجرى التنفس اللي احنا بنسميه الاويك اندوسكوبي ببقى كده اقدر اعرف بنسبة 99% المريض ده هيحتاج عملية ايه وكل التفاصيل اللي هو عايز يعرفها. امال ال1% دي بنعرفها امتى؟ ال1% دي او ال5% الاخرانية بقدر اقررها جوه اوضه العمليات والمريض نايم قدام عينيا. بيحصل فيه تغييرات طفيفة جدا جوه اوضه العمليات في العملية نفسها. العيان خلاص اوكي هيعمل عملية، بيجي لي صايم قبلها ب8 ساعات، بنعمل له تحليلاته وبنعمل له فحوصاته كاملة في التحاليل، وبنبتدي ناخد كل الضغط والسكر بتاعه والحاجات العادية. يخش اوضه العمليات طبعا دكتور التخدير بيطمن على كل الوظائف بتاعته وتاريخه المرضي، لان عيانين الشخير عندنا عيانين مش من السهل ان هو يخش على طول الا لما يبقى عندنا داتا كامله عن تاريخه المرضي. العمليه بتاخد لها تقريبا من ساعتين، حوالين الساعتين، اقل شويه اكتر شويه. بيخرج بعديها في اوضه الافاءه، بيقعد معايا ساعتين بعد العمليه لغايه ما يفوق يبقى كويس تماما ويقدر يمشي على رجليه ويتكلم ويبقى الى حد ما طبيعي. يروح دي عندي يعني يسافر بلده لو هو جوه مصر. لو عايز يسافر خارج مصر ممكن من تاني يوم، ما عنديش مشكله خالص. ليه؟ لان انا بحط له في مناخيره حاجه اسمها دعامه، دي بتطمني جدا وبتريحني جدا. المريض بعد 10 ايام بقول له ازاي يشيلها بفيديو صغير جدا وبيشيلها، وبتابع معاه يوم بيوم، سواء انا او المساعدين اللي معايا بيتابعوا معاه يوم بيوم وساعه بساعه لغايه ما يشيل الدعامه، وحتى بعد ما بيشيل الدعامه لمده شهر ونص لغايه انتهاء العمليه تماما. جملة حضرتك الأخيرة انتهاء العملية تماما، تقدر حضرتك تقول لي خلال وقت قد ايه ولا بيختلف من مريض لآخر؟
وبيختلف على اساس ايه؟ لا، عمليات الشخير عندنا بتنتهي بعد شهر ونص. ليه بتنتهي بعد شهر ونص؟ لان عندنا حاجتين بيحددوا لي انتهاء العمليه. الحاجه الاولانيه انتهاء الجرح اللي في زور، التئام الجرح بيلتئم تماما تقريبا بعد شهر ونص. الحاجه الثانيه المهمه، احنا بنعمل حاجه اسمها شد للعضلات بتاعه الحلق. شد العضلات الحلق بتتعمل بنوع معين من الخيوط الجراحيه. الخيوط الجراحيه دي بتدوب او بتمتص لوحدها في الجسم من 3 أسابيع لشهر ونص. فبعد شهر ونص كل الخيوط الجراحيه، اذا كان في خيوط جراحيه في الحلق، بتدوب لوحدها وبتمتص وبتنتهي، سواء العين بيبلعها او بتدوب لوحدها بدون اي حاجه تاني. فبعد شهر ونص تقريبا عمليتنا بنقدر نقول ان هي انتهت. طب بحس بالفرق بعد العمليه بوقت قد ايه؟ ده سؤال كويس. بحس بالاختناق اثناء النوم. العيان المريض بيكون جاي لي بيه قبل العمليه، بينتهي من ليله العمليه، ما يبقاش في اختناق تاني باذن الله. طبعا دي نمره 1. الاختناق بينتهي من دي 1، من اول ليله. الشخير بيتحسن تدريجيا لغايه شهر ونص. بعد شهر ونص التئام الجرح بيبقى تام. الشخير بينتهي على حسب حاله المريض انتهاء تام بعد شهر ونص. طيب عايزه اسال حضرتك برضو، هو عمليه الشخير بترجع تاني؟ ده سؤال بسأله كتير، واجابتي الحقيقه بتاعته بتبقى اجابه منطقيه جدا. هو السؤال، لما بنشيل اللوز بترجع تاني؟ لا. بس عمليه الشخير لما بتتعمل ما بترجعش تاني. ليه؟ انا هقول برضه لان احنا الفكره عمليه الشخير عندنا هو احداث حاجه اسمها فايبروزس او تليف في منطقه الحلق. التليف ده هو عايز اقول اصعب ما في عمليه الشخير كنتائج. محدش يقدر يحدد التليف ده قد ايه الا مع خبره جراح قاعد يشتغل مش اقل من 10 سنين، عشان نقدر نقول ان انا لما اعمل التجميل ده التليف بتاعه هيبقى شكله عامل ازاي بعد ما تنتهي العمليه. فدي اصعب حاله، مش اصعب حاله، اصعب حاجه في عمليات الشخير هو موضوع الحلق والتليف اللي بيحصل فيه. التليف ده لما بيحصل ما بيرجعش تاني ابدا خالص. ولا لوز تتشال ترجع، ولا عمليات شخير ترجع، ولا حاجز انفي لما يتعمل يرجع. 3 حاجات دول مهمين جدا ان المريض يعرفها. الا في حاله ايه؟ مفيش حالات يرجع فيها خالص. تمام. طيب اخر سؤال معايا النهارده عايزه اساله حضرتك، هل انا ممكن، انا كبيشنت جاي لحضرتك انا عايزه اعمل عمليه النهارده، هعملها وامشي؟ ولا لازم ابقى متجهزه من قبلها 3 4 5 ايام؟ لا، احنا عندنا الحقيقه المركز والسيستم بتاعنا جوه المركز مجهز لاستقبال اي مريض وعمل العمليه في نفس اللحظه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا عندنا المريض كل اللي بطلبه منه حاجه واحده بس، ان هو يجي لي صايم. وحتى لو هو صايم من الساعه 8 الصبح بنخلي العمليه الساعه 2 3 بيبقى بحيث يبقى صايم 6 7 ساعات. فدي الشرط الوحيد عندي. لكن اول ما المريض بيخش لي، فحوصات بتتعمل له في نفس اللحظه بتطلع سريعا جدا، كشف كامل بيطلع في نفس اللحظه، اشعاعات بتتعمل في نفس اللحظه. فبنقدر اقدر اشخص المريض في خلال بالكتير قوي نص ساعه. ساعه بالكتير من اول ما يخش المريض هيبقى جاهز للعمليه لو هو صايم الصبح. انا بشكر حضرتك يا دكتور هشام، نورتنا في بودكاست دردشه مع الانفوذ. اشكرك جدا يا دكتوره نوران. عفوا.